أيام وشهور عشر. كان على هذا الطفل ذو ال5 أعوام تحملها وتحمل الألم المرافق لتلك اللحظات التي كانت ترهق والديه قبل أن تتعب جسده الصغير، لكن لا حل قريب ولا حتى أي بوادر لإنهاء تدهور وضعه الصحي. تأجيل رافقه تأجيل آخر ثم آخر، دون توفير المال اللازم لإجراء عملية جراحية تخلص مراد مما هو فيه. هي وعود وتطمينات من والد مستعد لتحمل الوجع بدلا عن طفله الذي ما عاد يعشق اللعب مع أقرانه أو حتى الجري خلف الأب الصبور لوداعه وهو في طريقه للعمل. فريق برنامج الرحمة وبدعم من أصحاب القلوب الرحيمة بادر إلى مساعدة مراد وإنهاء معاناته الطويلة مع الألم بعد أن تكفل بإجراء عملية جراحية له. عيون تراقب بقلق، انتظار يشبه تلك اللحظات التي تسبق قدوم أول مولود للعائلة. في هذه الغرفة الممنوعة من دخول والدا مراد، يمكث جسد الطفل المريض في رعاية الرب ورعاية هؤلاء الأطباء الذين لم يدخروا جهدا لمساعدة مراد على العودة لحضن ولديه كما كان قبل عام من أول صرخة ألم شعر بها وهو لا زال في عمر 4 سنوات. انتهى كل شيء، انتهى الألم وكأنه ما كان يوما. عاد الصغير لسابق عهده يلهو وكأنه بدأ المشي لتوه. عاد الطفل وعادت معه ابتسامة والديه، هي ذات الابتسامة التي بشرت قبل 5 أعوام بولادة مراد.